جدران بيتك بتعرق وبودرة بيضة، السر مش في الدهان. تخيل تبقى لسه مخلص دهانات البيت بمبلغ وقدره، وبعد شهر تلاقي البوية بدأت تنفخ وتطلع بودرة بيضة وتقشر من تحت. قبل ما تلوم صنايع الدهان وتقول غشني في المعجون، تعالى اقولك الخيانة جت منين وانا في الطريق. في الهندسة اللي بتشوفه ده اسمه تزهير او املاح طالعة من قلب الجدار، والسبب مش في السطح، السبب واحد من اتنين. اولا الرطوبة الصاعدة، الموية بتتسحب من الارضية لجسم البلوك لو اللبش او الميدة مش معزولة بتومين صح. ثانيا املاح اللياسة، الرمل اللي انت بتستخدمه في المحارة لو في نسبة ملوحة عالية وما اتغسلش كويس، فاول ما هيشم رطوبة الاملاح هتطلع على الجدار وتطرد البوية لبره. نصيحة انرود، ما تدهنش فوق الرطوبة، ابدأ صنفر وعالج السبب الأول بمادة عازلة سيكا أو إيبوكسي، وبعدين فكر في الديكور. تغطية المشكلة بالبوية زي اللي بيغطي جرح ملوث بقطعة شاش نضيفة. هيعفن تاني. جدرانكم صامدة ولا بدأت تزهر؟ وهل عالجتوها صح ولا بس دهنتوا فوقها؟ اكتبولي تجاربكم في التعليقات. أنا مهندسكم انرود، ضربكم خضر وعمركم صخر.